تعالوا معايا يا حبايبي، النهارده ان شاء الله هنعمل القرص الفلاحي الطريه زي ما انتوا شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه. شايفين لونها عامل ازاي، طريه ازاي، ومن جوه بسم الله ما شاء الله. مش عمرك ما هتعملي غير بالطريقه اللي انا هقولك عليها دلوقتي. نجيب نص كيلو لبن، نص كوبايه سكر، كوبايه سمنه، اي نوع سمنه عندك، بس اللبن يكون دافي. نقلب مع بعض المقادير كلها عشان خاطر السكر يدوب كويس. نفضل نقلب كده لغايه ما السكر يدوب مع السمنه واللبن. هنحط كيس خميره، يعني معلقه، كيس خميره وبيجي معلقه كبيره. نقلب بقى المقادير مع بعض. ننزل بقى بكيلو دقيق نصه، وهنحط الباقي دلوقتي بعد ما نخلط بس المقادير اللي هي السايله. بس انا شلت من الكيلو ده نص كوبايه دقيق عشان خاطر الدقيق بيختلف عن بعضه. افضل الم في العجينه كده لمده 10 دقايق لغايه ما العجينه كلها تبقى حته واحده. هنجيب بوله ونحط فيها زيت، وندهن برضو العجينه من فوق زيت عشان ما تنشفش، ونغطيها تسرع 10 دقايق. طلعناها كده بعد مسافة 10 دقايق. هنجيب سكينة ونقطعها عشان تساعدنا على التكوير. الحتت اللي هنطلعها منها كل قرص يبقى المقادير كلها شبه بعض والقطع كلها شبه بعض. نقطع بقى العجينة كلها كده وبعد كده نكور عشان ما تاخدش معانا وقت. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. بس احنا نحاول نخلي كل القطعات زي بعضها. نكورها بقى، نكون جايبين صاج دهنينه زيت. حابة بقى في الوقت ده تحطي لها عجوة او ملبن او اي حاجة تحبيها، شمر، كمون، اللي يعجبك حطيه فيها. من احلى القرص اللي تاكليها مع الشاي بلبن والشاي الساده. خلصنا الكميه كلها اهي. زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي كده هنبططها وندخلها الفرن.